طيف البشائر لا يغيب بحياتنا منذ القدم، من فيض أخلاق الحبيب أخلاقنا منذ القدم، فاحت بها الأنسام الطيب نبع المحامد والكرم، نحو البعيد أو القريب نهدي الفضائل والشيم، نهدي الفضائل والشيم، إحساسها الأزكى قريب للروح من أبهى القيم، والشوق باللقيا يطيب. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفاري الخيرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن نفرا من اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك يا محمد، بأبي وأمي ونفسي عليه الصلاة والسلام. لاحظوا ماذا قالوا، لم يقولوا السلام عليكم، قالوا السلام عليكم، يعني الموت عليك والعياذ بالله، قاتلهم الله. قالت عائشة رضي الله عنها ففهمتها وظنت أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينتبه لما قالوا، فقلت: وعليكم السام واللعنة. أخذتها الغيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فردت الصاعين: وعليكم السام واللعنة. انظروا موقف النبي عليه الصلاة والسلام أمام هؤلاء اليهود الظالمين المعتدين. قالت: فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: مهلا يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. لا إله إلا الله، يحب الرفق في الأمر كله، حتى مع الكفار المعتدين الظالمين، حتى مع هؤلاء. سبحان الله، لأننا نحن المسلمين أمة رسالة، أصحاب مبدأ، نحب الخير لكل العالمين، نتمنى السعادة والهداية لكل البشر، وأعظم وسيلة تعيننا على تحقيق هذه الغاية هي حسن الخلق واحتمال الأذى من الخلق وكف الأذى والظلم عنهم. وليس سرا أيها الأحبة أن أكبر بلد إسلامي اليوم وهي إندونيسيا، التي يزيد عدد سكانها عن 200 مليون مسلم، إنما دخلها الإسلام عن طريق التجار المسلمين. تأملوا، ليسوا دعاة راسخين ليسوا علماء راسخين في العلم، ولا دعاة متخصصين في الدعوة ذهبوا لهذا الغرض، كانوا تجارا لكنهم كانوا يحملون الإسلام بأخلاقهم وأفعالهم الحسنة. فلما رأى أولئك القوم ما عندهم من الصدق والأمانة والعدل ومحبة الخير للناس والنصح لهم، قالوا: إن دينا يجعل أصحابه هكذا لدين حق وخير وعدل، فأسلموا. فلله درهم وهنيئا لهم هذه الحسنات والأجور التي تتتابع لهم إلى قيام الساعة بسبب إسلام أولئك القوم على أيديهم في إندونيسيا وماليزيا وما حولها. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف العظيم العجيب الذي يثير الغضب والحنق ويدعو إلى التشفي والانتقام، يلوم عائشة رضي الله عنها لماذا أغلظت لهم القول. قال: مهلا يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. قالت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال: بلى، قد قلت وعليكم، يعني رد دعوتهم عليهم. وفي رواية أخرى في غير الصحيحين عند الإمام أحمد بن خزيمة وغيرهما بسند صحيح، قالت: فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مه، وهي كلمة زجر وردع، إن الله يكره الفحش والتفحش. سبحان الله، حتى مع هؤلاء الكفار الظالمين، حتى مع هؤلاء. فليس لا ينبغي أن يكون المؤمن فاحشا ولا متفحشا، بل يجب أن يكون عفيف اللسان، حسن الكلام، طيب السيرة، حتى مع الكفار، لأن هذا مما يدعوهم إلى أن يدخلوا الإسلام ويرغبوا الدخول فيه. إن الله يكره الفحش والتفحش. قالوا قولا فرددناه عليهم فلم يضرنا شيء ولزمهم إلى يوم القيامة. يا إخواني، تأملوا من جديد، هؤلاء القوم ليسوا مسلمين، بل هم من أشد الناس عداوة، بل هم أشد الناس عداوة للمؤمنين.
وقد اعتدوا بهذا الدعاء الظالم على أشرف وأكرم المرسلين وسيد الخلق أجمعين عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك لم يعنفهم عليه الصلاة والسلام، ولم يأمر بسجنهم أو قتلهم مع قدرته على ذلك، ولم يرد ظلمهم عليهم، بل لما أغلظت لهم عائشة رضي الله عنها وردت عليهم زجرها عليه الصلاة والسلام زجرا شديدا أمامهم وهم يسمعون، وبين لها أن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وأن الله يكره الفحش والتفحش حتى مع هؤلاء المعتدين. فالحلم والأناه والترفق والتلطف وحسن المعاملة والصبر واحتمال الأذى والإحسان إلى الناس بالقول والفعل من أعظم ما يجمع للإنسان خيري الدنيا والآخرة، وهي مع عظيم نفعها وكريم عائدتها وحسن عواقبها في الدنيا والآخرة لا تكلف صاحبها شيئا يذكر. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. الإنسان لو كان يملك مئات المليارات ووزعها على الناس لاسترضائهم قد يرضي مليونا أو مليونين أو 100 مليون إنسان، والآخر لا يستطيع أن يعطيهم، سينفد ماله. لكن حتى هؤلاء الذين أعطاهم أكثرهم لن يرضى، لأنه يريد المزيد. لكن الله عز وجل لما كان الإنسان لا يسع الناس بماله أمر عباده بأمر يستطيعون به الإحسان إلى كل أحد واستدرار محبته وتقديره، وهو حسن الخلق. فيجب أن يكون المسلم عفيف اللسان، حسن السيرة، كريم النفس، مقدرا للخلق، صبورا على أذى الخلق، مجاملا لكل أحد، وبهذا يجمع الله عز وجل له خيري الدنيا والآخرة، ويكون له من الأجور إذا احتسب ذلك عند الله ما لا يعلمه إلا الله. وإن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصوام القوام، هكذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيف البشر. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفاري الخيرية. منذ القدم من فيض أخلاق الحبيب أخلاقنا منذ القدم، فاحت بها الأنسام الطيب نبع المحامد والكرم، نحو البعيد أو القريب نهدي الفضائل والشيم، نهدي الفضائل والشيم. إحساسها الأزكى قريب للروح من نبه القيم، والشوق باللقيا يطيب